جيمس لانيجر اتولد في سنة 1998، ولما تم 3 سنين قال لأهله إن أنا كنت طيار محارب في الحرب العالمية التانية بس مت. فأهله مدوش أهمية للأمر، بس الموضوع بتاعه لما اتطور ودوروا ورا الكلام اللي هو بيقوله اكتشفوا إن معاه حق وإن فعلا بيتكلم صح. طب إزاي وإيه هو الإثبات اللي خلاهم يتأكدوا إن كلامه صح؟ تعال أحكي لكم القصة. جيمس اتولد في سنة 1998 زي ما قلت لكم في الأول، ولما ابتدى يكبر قدام أهله كانوا بيلاحظوا عليه حاجات غريبة، لأنه اهتماماته ما كانتش زي اهتمامات أي طفل في سنه. وكان بيحكي لأهله إن هو دخل في مناورات وكان بيحارب أشخاص كانوا أعداء الوطن، فأهله ما كانوش بيدوله الأهمية وكانوا بيقولوا ده خيال طفل، وممكن خيال الطفل في السن ده يسرح بيه لأي حاجة أنت ممكن تتخيلها، واللي عنده أطفال أكيد هيكون فاهم كلامي كويس. المهم جيمس في الفترة دي كان بيهتم جدا بالألعاب الطيارات على خلاف أي طفل في سنه، ولما أهله يقعدوا يتفرجوا على أي فيلم وثائقي عن الحرب العالمية التانية كان بيقعد معاهم وكان بيركز جدا في التفاصيل كأنه كان بيسترجع الذكريات اللي هو كان عايشها. وده برضه كان غريب جدا لأن طفل زي ده ما يكونش فاهم الأفلام الوثائقية بالفهم اللي هو كان بيفهمه ساعتها، وأي طفل في سنه من المعتاد اللي هو يكون بيحب الكرتون أو يحب أي حاجة فيها الرفاهية على خلاف جيمس. وفي مرة وهم بيتفرجوا على الصور الطيارات قالت له إيه رأيك في القنبلة دي؟ فبص لها وابتسم وقال لها دي مش قنبلة، ده خزان إسقاط. فاستغربت للأمر وقالت له لا ده قنبلة، فكان مصر على رأيه إن ده خزان إسقاط. وطبعا ده شيء غريب إن طفل في سنه يعرف يعني إيه خزان إسقاط، أو بمعنى أصح ما يكونش عنده الإدراك الكافي علشان يفهم إيه هو ده، وأي حاجة تتقاله فهيصدقها. فأمه عملت سيرش بسيط على الموضوع واكتشفت إن فعلا اللي موجود في الطيارة ده خزان إسقاط وما كانش قنبلة. ومع مرور السنين جيمس كان بيكبر كل سنة، وكمان اهتماماته كانت بتكون مختلفة عن السنة اللي قبلها. وفي مرة صار إن هو يروح متحف مهتم بالحرب العالمية التانية وفي حبة حاجات تخص الحرب العالمية. وأول ما راح هناك جيمس كان مبسوط جدا على غير العادة، بس الفرحة دي كانت بتزيد أكتر كل ما بيروح على قسم معين وهو قسم الطيارات، وكان مهتم بيها جدا. وأول ما يروح ناحية الطيارة كان بيمسك الملف اللي قدام اللي هو الموتور اللي خاص بإقلاع الطيارة وبيفضل يشد فيه وعايز يكسره. فما كانوش فاهمين هو ليه بيعمل التصرف ده، وبرضه قالوا إن دي ممكن تكون شقاوة أطفال، بس ما يعرفوش إن كل حاجة بيعملها وراها سبب. فلما أمه سألته أنت ليه بتعمل كده، فقال لها إن أنا حلمت حلم غريب، إن أنا كنت سايق طيارة وحصل معايا مناورات والمقدمة بتاعت الطيارة هي اللي اتصابت، ومن بعدها أنا فقدت حياتي، بس أنا كنت ساعتها قدرت أوقع عدد كبير من الأعداء. فقالت له طب مين اللي موتك؟ فقال لها اليابانيين. فأمه ما صدقتهوش وقالت له ده أكيد من خيالك علشان أنت مهتم بالحاجات دي، وبرضه ما اديتش أهمية للأمر بشكل كبير. فحكى لوالده إن هو كان راكب طيارة اسمها كورسير، وعملية الإقلاع بتاعته كانت بتطلع من على سفينة اسمها نادوما. فوالده استغرب إيه هي الأسماء اللي أنت بتقولها دي ومنين أصلا جبتها، وإزاي واحد في سنك مركز في التفاصيل دي وكمان بيقول حاجات غريبة. فلاحظوا إن أي رسمة كان بيرسمها كان لازم يكتب الإمضاء بتاعه واللي هو جيمس 3، وده كان بالنسبة لهم شيء برضو مجهول وما كانوش فاهمين هو ليه بيعمل كده. فكان عنده مجموعة من الألعاب اللي هي الصغيرة عارفينها، فكان موقف الجنود دي وكان مسمي كل واحد فيهم اسم، كان مسميهم ليني وبن وورتر وجاك. ففي مرة وهم قاعدين كالعادة جيمس جاب لهم صورة وقال لهم الجزيرة دي اللي أنا مت فيها. فوالده قال له في إيه، هو أنت كل شوية تجيب لي حاجة وتقول لي إن ليك قصة معاها، وبعدين الجزيرة دي في اليابان مش هنا. فقال له أيوة، ما أنا قلت لكم إن أنا كنت جندي في الحرب العالمية التانية ومت في اليابان. ولما عملوا سيرش عليها اكتشفوا إن الجزيرة دي كانت مشاركة في الحرب العالمية التانية وكانت فعلا تابعة لليابان. فأهله من هنا بدأوا يستغربوا والموضوع سار فضولهم أكتر، فعملوا سيرش واكتشفوا إن فعلا في طيار اسمه جيمس ومات وهو عنده 21 سنة، وكان سبب موته المقدمة بتاعت الطيارة بتاعته انفجرت بسبب إطلاق نار من العدو عليها، ومن بعد كده انفجرت وهو مات. ففضلوا يدوروا أكتر لحد ما لقيوا واحد عايش من الحرب العالمية التانية وكان في الكتيبة بتاعتهم، وكان اسمه جاك لارسون وهو كان طيار في الكتيبة. ولما سألوه على جيمس فقال لهم فعلا كان معانا طيار في الكتيبة بالاسم ده، وفعلا سبب الموت بتاعه ان الطيارة اتحطمت من قدام
ومات على الجزيرة دي فعلا في اليابان، وقال لهم فعلا ان هم كانوا بيطلعوا من على حاملة طيارات اسمها USS ناتوما، بس الطفل ما كانش فاكر منها غير ناتوما وبس، وده شيء مش غريب مقارنة بالتفاصيل اللي هو فاكرها. واكتشفوا الأم والأب إن كل حاجة كان بيقولها ابنهم كانت حقيقة، لدرجة إن الأسماء اللي كان بيسمي بيها الجنود الصغيرين كانت فعلا أسماء أصدقائه، وما كانتش أسماء عبثية وخلاص. وفي 2003 بحثوا على أهل جيمس واكتشفوا إن أخته لسه عايشة، فراحوا لها وجابوا الطفل جيمس علشان يقعد معاها. بس الغريب إن هي قالت إن الطفل اللي قاعد معاها ده مش طفل عادي، وإن هو أخوها اللي توفى من سنين، وده اللي خلى الموضوع يكون أكتر غرابة. وكانت بتقول إن هو بيتكلم بنفس الروح وبنفس التلقائية بتاعته، حتى بنفس حركات جسمه، ومفيش أي تشكك في الموضوع إن هي ممكن تكون كدابة. ومن كتر ما القصة بتاعته كانت غريبة اتعمل عليها أفلام وثائقية وكتب عنه في الكتب والروايات علشان تسجل القصة بتاعته. وحتى ABC الأمريكية عملت عنه فيلم وثائقي كبير جدا وبيشمل كل تفاصيل حياته، وكمان في تفاصيل كتيرة هم حكوها. بس السؤال ليكوا واللي حابب أسمعه منكم، هل انتم مقتنعين بالقصة أو شايفين إن في أي تلاعب فيها، ولا ده كل ده فيلم هم عاملينه عشان القصة تبان غريبة وفيها تفاصيل محدش يعرفها؟ ودي ممكن تكون قصة خيالية وحد اخترعها، أو ده واقع فعلا حصل. ولهنا يكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تشتركوا بالقناة، ودي فيديوهات تانية أنا برشحها لكم، وبشكركم على المشاهدة لحد هنا. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وسلامات.